عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبهنا وبراحة بال دايما يا رب. ولسه بقى مشتركش في القناة ينزل يشترك ويعملي سبسكرايب ولايك وشير علشان يوصل له كل جديد. كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم بإذن الله، وربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة وفرح يا رب. النهارده هكلمكم عن برنامج حلو جدا 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 لتغيير شكل الايقونات بتاعة الموبايل. تمام، البرنامج ده هيعجبكم جدا، انا كنت عاملاه اصلا وشيلته علشان ندخل نعمله تاني مع بعض. تمام كده. البرنامج ده اسمه ايه؟ البرنامج ده هنخش على المتجر بلاي. طبعا هنخش على المتجر بلاي، هنكتب فوق في سيرش رولينج ايكون. رولينج ايكون اهي اللي فوق دي. طبعا انا كنت عاملاها سيرش قبل كده ودخل عليها، وهو اصلا البرنامج ده عندي على الموبايل علشان كده ظهرت لي في الاول خالص. رولينج ايكون. هتلاقوا اللي هو بص الشكل بتاع الصورة اللي هي دي. تمام، الصورة دي رولينج ايكون اب اند فوتو. تمام كده. هتشوفوا دلوقتي البرنامج ده اصلا بيعمل ايه لشكل الموبايل، وبيخلي الموبايل اصلا مبهج جدا، بيخليه تحفه تحفه تحفه. موبايلك كانك لسه جايبه موبايل جديد. تمام، انا بحب من النوع اللي انا بحب اغير الباك جراوند بتاعت الموبايل، بغير الايقونات بتاعه الموبايل، بغير الكيبورد بتاع الموبايل. بحب ان انا اخلي الموبايل على طول في تجديد. تمام كده، عشان ما يبقاش الشكل الروتيني بتاعه. المهم هنخش على الرولينج ايكونز. تمام، هندوس فتح، هيجي لنا طبعا ميك ات اد از لانكشر. تمام، وايكون سايز. طبعا هنا حجم الايقونه ايه، عايزاها سمول، عايزاها ميدل اللي هي الوسط، عايزاها لارج كبيره زي ما حضرتك عايزه. طبعا انا كنت عاملاها ميدل اللي هي الوسط، سمول صغننه بتبقى صغننه خالص، واللارج بتبقى كبيره قوي. انا هوريكم دلوقتي. المهم اللي هندوس على ميك ات از لانكشر هنحددها، اللي هي اول واحده دي هنعملها بالاحمر. هيجيلك استخدام كويك ستيب كصفحه رئيسيه. الكويك ستيب ده اللي هو صفحه الايقونات بتاعتك العاديه اللي هي بتاعت الموبايل اصلا مره واحده ولا دائما. لا طبعا احنا هندوس على رولينج ايكون اللي هي تحت خالص دي. تمام، اللي هي تحت خالص دي هندوس عليها. تمام، دوسنا عليها. بصوا بقى شكل الايقونات عامله ازاي، وبصوا الموبايل بقى عامل ازاي. ايقوناتك في كل حته في الموبايل، هتجيبيها يمين، هتجيبيها شمال، هتجيبيها فوق، هتجيبيها تحت، هتلف الموبايل كله هتلاقيها بتروح معاكي. لو عاوزه اي حاجه منهم هتعملي كده وتدوسي عليها، اي حاجه منهم هتشتغل. يعني انا مثلا رايحه اهو ادوس مثلا على اليوتيوب اهو، جالي اليوتيوب، هتدوسي على اي حاجه هتشتغل معاكي. على الميوزك هتشتغل معاكي، على اي حاجه انت عايزاها هتلاقيها قدامك هنا، وهتلاقي قدامك. مش عارفه لو حذفتيها كده فوق ولا تحت هتمسك اهو، هتدوسي على اي حاجه هتلاقيها اشتغلت معاكي اصلا. الشكل بقى العادي اهو، دي كل الايقونات من غير اللي مرميه على الارض دي، هتلاقيها جوه اهي كلها قدامك. تمام، شكل الموبايل بيتغير خالص، بيبقى شكله تحفه، يبقى حلو قوي قوي قوي. بص حاجه جديده، حاجه جديده بجد. انا شايفاها حلوه قوي. انتوا شايفينها ايه؟ شايفينها حلوه ولا وحشه؟ لو حد شايفها وحشه هيقول لي، لو حد شايفها حلوه هيقول لي. بصوا بصراحه غيرت شكل موبايلي، بقى شكله تحفه حلو، وتنفع للكبير وللصغير. تمام، بتخلي الموبايل شكله في تغيير، مش الايقونات اللي واقفه دي، لا في تغيير فعلا. هنخش على رولينج ايكونز تاني عشان هقول لكم، بس هوريكم حاجه فيها. هنا طبعا الايكون سايز اللي هو حجم الايقونه هنا سمول. السمول بصوا هتخلي الايقونه بتاعت الموبايل صغيره ازاي. طبعا الايقونات كانت وسط، انا كنت عاملاها وسط. دي صغننه خالص، دي صغيره خالص. هنخش عليها تاني اوريكم اللارج. تمام كده، وهندوس استخدام بيقولك استخدام رولينج ايكون صفحه رئيسيه مره واحده ولا دائما. طبعا هتدوسي على دائما، لان لو عملتيها مره واحده كل ما تخرجي وتخشي هيجيلك نفس القائمه اللي بتجيلك دي، فهتدوسي على دائما. طبعا العلامه بقى المائيه دي اللي هي دي، العلامه المائيه دي اهي، دي اللي موجوده اللي انا عملت عليها شخبطه دي. العلامه المائيه دي بقى هتدوسي عليها هيجيلك كل حاجه عن الايقون. لو عايزه هنا تقفلي البرنامج، لو عاوزه هنا
تخشي على البرنامج، علامه الضبط دي هتخشي على الضبط، هتخشي جوه على البرنامج. طبعا كنا عاملينها سمول، دلوقتي صغيره. لارج بصوا بقى كبيره ازاي، بصوا دي لارج. بصوا قد ايه الايقونه كبيره جدا، لا اوفر كده بصراحه. انا شايفه ان ايه، خير الامور الوسط، ونعمل الوسط خالص، لان كده الايقونات كبيره قوي. يبقى ايه، احنا نخش من العلامه المائيه على الضبط، تمام. هنخش على الميدل نعملها. طبعا تحت بقى كل ده بقى ملوش دعوه يعني، فاهميني. حاجات بقى عاديه، هم الاساسيين. الاول كام حاجه، الميك دي، الميك ات از لونج شير، وال والايكون سايز. بس هما دول الحاجات الاساسيه بصراحه، مفيش حاجه تانية. وادي كده البرنامج يشتغل معاكي. طبعا بيجي اعلانات، بس مش بيجيلك اعلانات بصراحه كل شويه، هو عادي، وما بيعملش فيروس على الموبايل ولا اي حاجه. البرنامج حلو جدا على فكره، انا مجرباه بقالي كام يوم وحلو جدا. اهو البرنامج اهو حلو قوي، شكل الايقونات اختلفت، وشكل الموبايل اصلا اتغير، حلو قوي. بتمنى ان انتوا تجربوا البرنامج ده، علشان فعلا هيعجبكم جدا وحلو، ومش مش مخلي الموبايل مثلا ان هو اوفر او بيضعف البطاريه، لا خالص، هو كويس جدا على فكره. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي عايز يسال على اي حاجه يبعت لي في كومنت وانا هرد عليه على طول. واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.